جاتو ونوازيت يذوب في الفم لأي مناسبة عندكم مع كريم موسلين ناجحة وبنينة تعمل الكيف. نودكم ومنشهيكم، تابعوا معايا الطريقة وأسرار النجاح للآخر. بديت بتحضير كريم موسلين. خديت كريمة فانيليا حاضرة معها 4 مغارف سكر و450 مليلتر حليب، خلطتهم في البارد وبعد طيبت الكريمة لين تولي تبقبق. زدتها مغرفة زبدة وخلطتها لين تذوب، ومن بعد حطيت الكريمة في بول، غطيتها بفيلم أليمونتير أو كونتاكت وخليتها تبرد على الاخر من غير ما نحطوها في الفريجيدير. خليها تبرد في راحتها بحرارة الغرفة. بعد ما بردت ركضتها وزدتها بقية 200 جرام زبدة وتكون طرية بالباهي، مهم ياسر باش تنجح معنا الكريم. اذا حسيتوها يابسه ذوبوها شويه. نزيدوا الزبده على مراحل ونركضوا بالباهي لين نتحصلوا على كريمه خاضره تعمل الكيف. خديت 3/4 الكريمه، زدتهم 3 مغارف باد نوازيت وكملت ركضتها، وما شاء الله جات كريم خاضره وبنينه تعمل الكيف. وربع الكريمه اللي قعد لي زدت مغرفه كبيره شوكولا تارتيني. خديت الجنواز اللي حضرتها معكم في الفيديو اللي فات وقصيتها دوائر حسب كبر الطبق اللي باش نشكل فيه الجاتو. كبره 20 سنتيمتر. حطيت طبقه جنواز، سقيتها بسيرو خفيف، تنجموا تستعملوا محلو وحليب. حطيت طبقة كريم، بفريوة مقصوصة أنصاف، شوية من الكريم وشوكولا في الوسط. من بعد طبقة ثانية جينواز، كوش من الكريم ونوازيت، شوية نوازيت كونكاسي وكريم وشوكولا في الوسط. ومن بعد آخر طبقة جينواز وغلفتها بالكريم ونوازيت وغطيتها وخليتها تبرد ليلة كاملة في الفريجيدير. من غدوة غلفت الجناب بالكريم واخترت اني نزينها بنوازيت كونكاسي في الجناب، وحطيت صحن صغير مدور باش نعمل سيركل في الوسط وكملت زينتها. من بعد تنجموا تزينوها باي حاجه متوفره عندكم، دي بول دو شوكولا، نوازيت مقصوصه انصاف، شويه من الكريم اذا قعد عندكم. المهم اختاروا الزينه اللي انتم تحبوها. الجاتو متاعنا حضر ما شاء الله، جاي احلى وابن من المشري، يذوب في الفم. نودكم ومنشهيكم. ان شاء الله وصفتنا لليوم تكون عجبتكم وان شاء الله تجربوها. خليوا لي رايكم في تعليق، وصحه وبشفاء ليكم.